تخيل معايا لو واحده بومه اتجوزت، عادي يا سيدي بتحصل. لكن لو واحده بومه اتجوزت راجل بوم، اهو ده اللي جاي احكيه لكم النهارده، قصه جواز البوم. امولي دي بتغزني الوليه، نعمل اضربها على بقها الوليه دي. يوه قصدي اشهر قصه حفله زفاف منحوسه في التاريخ. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ وبكل بساطة انا رشا حسن وقناتي مع رشا حياة. اللي جاي احكيه لكم النهارده حصل بحقه حقيقي، اشهر حفلة زفاف منحوسة في التاريخ. وفي مايو 1867 كانت حفلة زفاف الامير اماديو على الاميرة ماريا فيتوريا. واولا كده وبسم الله الرحمن الرحيم، حفلة الزفاف اتأجلت مرتين، زي ما يكون قلبهم كان حاسس بالمصايب اللي هحكيها لكم بعد شوية. اول الاحداث الغامضة والغريبة ان هم لقوا مساعدة الاميرة الميك اب ارتست يعني بتاعتها شنقة نفسها. تقولش اتصدمت بعد ما مكيجت العروسة؟ الله، وانا مالي يا لمبي؟ الله اعلم. طب تقول ايه بقى لو عرفت ان الضابط اللي كان قائد موكب العروسين جات له ضربة شمس وانهار؟ نصيبه. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالها. كل ده وهم في طريقهم للقصر، لسه الحفلة ما ابتدتش، اهو ممكن يكون ده كله صدف. اعمل نفسك ميت. لحد ما وصل الموكب لبوابات القصر، والحراس فشلوا ان هم يفتحوها. لكن المشكله ما كانتش في البوابات، المشكله كانت في البواب اللي لقوه واقع قتيل وغرقان في دمه. اه والله زي ما بقول لك كده. هتقولي يا ستي ما تدققيش. المهم ان هم دخلوا القصر ومشيت الزفه بالاحصنه قدام وعربيه العرسان ورا. لكن فجاه وبدون اي مقدمات ظابط يقع من على الحصان والحصانه تدهسه. ده ظابط مختلف خالص عن الظابط الاولاني اللي اخدته ضربه الشمس. ورحمة اموت نفسي واجيب لك بلوى. لحد هنا ممكن اقول لك دي كلها صدف واقدار محدش له دخل فيها. لكن لما اجي اقول لك ان الصديق الصدوق للعريس وهو بيضرب طلقتين في الهواء من فرحته بجواز صاحبه ينشن المسدس على دماغه وياخد طلقه يقع يموت. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اهو ده فعلا الفرحه قتلته. لكن اني مش معقول ابدا ان الراجل اللي كتب الكتاب وبمجرد ما خلص جات له سكته دماغيه. لا ما ضربش راسه برصاص، ده هي جت من جوه مش من بره. يا ربي على الكوكتيل الجميل ده. كفايه، مش قادره، كفايه. لا مش كفايه. يخرب بيتكم، كفايه بقى، هتقضوا على المعازيم. الملك ابو العريس قال لك كفايه كده، بلاها الفرح، كفايه عليكم شهر العسل. لكن الغريب بقى ان مدير محطه القطر اللي هياخد العرسان لشهر العسل وقع تحت القطر مات. هم فين؟ وساعتها بقى الملك قلبه كده اتوغوش، قال لك يكونش الفرح ده ملعون، بلاها الفرح وبلاها شهر العسل وخدوا بعضكم وعلى القصر عادي. يخلص اليوم على كده؟ ابدا. يقع ظابط تالت تحت عربيه العرسان بالظبط، وزي ما اتعودنا الحصانه تدهسه. يا ترى بقى العروسه هي اللي كانت بومه ولا العريس هو اللي كان بوم؟ اكتبوا لي في التعليقات. ودي كانت قصتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. مستنوني في حلقات حلوه كتير مع رشا حياة. باي باي.